هذا القصر انبنى بال 1700 انبنى. كان سيد محمود الرحباوي من سكنة النجف، وهو كندار حضرة مال النجف. وقد جاءه رجل أعرابي إلى هذه المنطقة قال له إني رأيت مكان يخرج منها الماء، فخرج السيد معه إلى هذه المنطقة، فإجا لقى المي يفور، فهو حفر هذه العين، حفر العين وبنى هذا القصر في 1700 كسر، وهو من جماعته من سكان النجف. فإجا بنى هذا القصر في سنة 1700 وكسر. عندما جاء شو اسمه بال 91 من صار حرب صدام والخليج على الكويت، فاجى هذا شو اسمه فرقة القدس، كانت هنا مسلسلة من هنا لهنا، وقد ضربوا صواريخ على العين، فصار هزة أرضية في العين، فماتت العين. أجرناها وهي هاي بيوتنا هسه. شوف هاي بيوتنا، أنا ذاك بيتنا ذاك هسه بعد نبني ونسوي مثلا ونعدد الرمي. هذا المضيف ماله صغير، كان مضيف اللي هناك مضيفه كبير، كان كلها قلت لك اللي يصعد البدوي هنا يضيف، الغنام يضيف، من يجون للصحراء يصعدون دول الغنامه ويخلص شو اسمه التمن، وهذا يجون هنا يباتون عندنا ويرجعون يباتون. والبلد هذا صار يربط الشرق بالغرب بين الباديه وبين النجف. هذا هو منطقة الرحاب يسمونها قبل رحبة، وهذا جدنا سكنيته هو هنا. فهو تاريخه هواي مجلدات عليه، تاريخ إذا تريد تلقى تاريخ النجف حاضره وماضيه، عنده هواي مؤلفين وهذا باحثين بحث كبير عنه، وبن محبوبة يبحث عنه، حتى ذاك علي الوردي هذا الدكتور هم ينطرق إلى هذا. تاريخ عظيم هو تاريخ هذا القصر. هو منطقة سياحية هذه هنا، شوف جو مكشوف وحلو هنا، وكانت هي منطقة كلها كان يضرب بها المثل هاي الرحاب اللي يسمونه بالنجف. اكو إلى مكان يسمونه اسم خرايب أم السعد اللي تبلغ 1200 متر مقابل باب سوق العمار.